على كل حال دلوقتي من ضمن الموضوعات اللي شاغله بال الرأي العام في المجتمع المصري مسألة حجب المواقع الإباحية. ناس بتقول ان ده مهم جدا لحماية منظومة القيم بتاعت شبابنا وبتاعت المجتمع بشكل عام، وناس بتقول الله انت يا اخي كل حاجة عايز تمنع، ما انت لو هتمنع ما هو الممنوع مرغوب، ما تسيب كل حاجة وتربي الناس كويس جوه البيت وتعمل مواجهة مجتمعية يعني الانفلات الأخلاقي وكل هذه المسائل. طبعا في حكم قضاء إداري في الموضوع، والموضوع ايه يعني ابتدى ياخد ابعاد. على كل حال النهارده يعني زي ما في مطالبه كمان بحجب جوجل ويوتيوب واصبحوا برضو في قفص الاتهام، مفيش شك ان الانترنت وحريه التعامل مع مواقع الانترنت اصبحت النهارده في نقول ايه مهب الريح لو صح التعبير. تعالوا نرحب بضيوفنا النهارده السيدات. اولا برحب بالكاتبه الصحفيه امينه خيري، اهلا بيكي، شكرا لوجودك. انا بشكرك. برحب بالدكتور جمال مختار خبير المعلومات وشبكه الالكترونيه، اهلا وسهلا دكتور جمال. وبرحب ايضا بالمستشار شعراوي عبد الباقي احد مقيمي دعوه حجب اليوتيوب، اهلا فندم، شكرا لوجودك. ومحمد رائد منسق حمله بيور نت، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مش عارف ابدا مع من يعني يريد حجب المواقع، وهو ده اكيد اللي هيلقى نوع من المعارضه من المعسكر اللي عايز ايه، لا سيبوا لنا كل حاجه وربوا ولادكم. ابدا مع المستشار شعراوي عبد الباقي، اتفضل. اولا مش مستشار شعراوي بس. حضرتك مش مستشار؟ لا معلش الاعداد كاتب لي كده. اوكي. والمعلومه الثانيه برضو اللي غلط ان احنا رفعنا قضيه لحجب اليوتيوب، ده ما حصلش. امال ايه بقى حضرتك؟ تعالى نعد البرنامج مع طيب نعده مع بعض. تعالى نعد مع بعض. حضرتك قول لي انت بتعمل ايه بالظبط؟ طيب انا رئيس مجلس اداره جمعيه افق التنميه اللي رفعت الدعوه بتطالب الحكومه اولا بالتصرف في الاعلان اللي منشور على اليوتيوب. ليه؟ لان ايام ما حدثت احداث السفاره الامريكيه والشباب راحوا هناك وقعدوا 3 ايام هم والامن يضربوا ببعض، لجأنا للاجراء العادي. انا بشتغل في مجال الانترنت من 15 سنه. الناس اللي بتشتغل في جوجل او بتشتغل في الوزاره او بتشتغل في الهيئات الدوليه وعضو في الايزو وعضو في كل المنظمات الدوليه اللي بتشتغل في مجال الانترنت، بدينا نتواصل معاهم يا جماعه هذا الاعلان، وانا باكد على انه الاعلان مش الفيلم، هيسبب مشاكل كبيره جدا، بيجرح مشاعر اكتر من 1.5 مليار مسلم في العالم، وبيجرح مشاعر اي انسان عنده مبادئ انسانيه. القانون حلو قوي. موضوع احنا الحقيقه تفرعنا لان احنا بدانا بمساله الجوجل، انما نتكلم شويه على حجب المواقع الاباحيه، ومعايا الاستاذ محمد رائد منسق حمله بيور نت. حضرتك من المناصرين لمساله يعني حجب المواقع، وكنت عامل وقفه امام النائب العام اعتقد. مظبوط. وكان معاك مجموعه وقدمنا بلاغ هناك. فعايز اعرف برضو وجهه النظر حضرتك، الى ماذا تستند على طلب زي ده؟ والله واحنا في حكم محكمه. الوقفه دي كانت يوم الجنحه. رافعين جنحه على رئيس الجهاز لعدم تنفيذه حكم محكمه غلق المواقع الاباحيه. يعني بالشق القانوني في حكم محكمه لازم يتنفذ. خلاص احنا دوله قانون زي ما كنا بنقول قبل اللقاء، ان احنا عندنا الاف القوانين، بس المشكله ان القوانين دي ما بتنفذش في البلد. الحاجه الثانيه احنا عندنا النهارده مصر ده سنه 2000 من 2006 2008 كانت تمنع على العالم بحث على المواقع الاباحيه. ده بحث كان واحد صاحبي اللي عمله عن طريق جوجل، كانت تمنع على العالم واثنين على الدول العربيه. ده سنه من 2006 2008. الحديث انا ما اعرفوش. نحجب المواقع الاباحيه ولا لا؟ طبعا محتاجين. طيب كلام مهم جدا لازم ترد عليه الكاتبه الصحفيه امينه خيري. احب بس اقول الاول عشان ساعات الامور بتبقى مغلوطه، ان اللي بيبقى على الطرف الاخر مش معناه ان هو بيروج للمواقع الاباحيه. مبدئيا هضيف للكلام اللي حضرتك قلته اعلن موقفي. لا ما تخافيش احنا عايزين نفهم وجهه النظر. وجهه نظري الحقيقه هي ان انا هضيف للكلام اللي قاله الاستاذ محمد اللي هو البحث اللي عمله صديقه، ان مصر في المكانه الثامنه. لا، هي مصر حسب جوجل ترندز في المكانه الثانيه من ضمن دول العالم الباحثه عن كلمه جنس. ده واحد قالوا لي امبارح وانا ما رضيتش اكده. اضيف لده كمان ان هي اكتر 10 دول بتبحث عن الجنس، بينها 7 دول عربيه واسلاميه اسلاميه المفروض انها مصنفه تحت بند محافظه. مظبوط.
دي برضو تستحق ان احنا ندور كده. في مشكله ما، يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه استاذ معتز ان الممنوع مرغوب، وهتمنع اكتر هيبقى في رغبه اكتر. فكره منع او حجب الانترنت، مواقع معينه على الانترنت مستحيل، نقطه. التفاصيل اللي هي التقنيه دي الفنيه، انا عندي سؤال، انا ايه تعريف الموقع الاباحي؟ يعني هل الموقع يهاجم الحكومه المصريه وسياستها مثلا من قبل المعارضه في نظام ديمقراطي؟ لا الحكومه ده اباحي مش عايزاه. دكتور جمال مختار، هو انا متفق مع الاستاذ محمد في ان احنا ده حاجه مش صح، انا مختلف تماما في طريقه تنفيذه. لن ينفذ، واذا كان حد قال في وزاره الاتصالات ان الكلام ده يتنفذ ب5 مليون، ده ضحك على نفسه وضحك علينا. هذا استحاله يطبق على 300 مليون موقع فيهم محتوى ما ينفعش ابدا تخش له، وكل شويه بيغيروا البروكسي. لو انت دخلت له ومنعت حاجه بيخش لك من الناحيه الثانيه. ناس كثيره جدا بتخش الانترنت دلوقتي في مصر عن طريق الساتلايت، فهتمنع ازاي؟ هي بتبعت الاوردر عن طريق الاي دي اس ال وبتستقبل عن طريق الساتلايت. خلي بالك ان معلش هو الساتلايت عشان تو واي لازم يكون في ترخيص. انا بس بتكلم في اللي بيحصل، ما بتكلمش في التكليف، بتكلم في اللي بيحصل. يعني احنا عندنا دلوقتي يعني عندنا الحل السهل ان احنا في بيتنا يبقى في تواصل مع الاولاد ومع الشباب ومع المراهقين، ونقول لهم ان دي حاجه مش صح ونتواصل. انما ان انا اقول ان انا هقدر امنع حاجه زي كده، ضحكت على نفسي. اذا كنت قلت ان انا في بعض الناس صرحت في وزاره المواصلات ان هو الاتصالات قصدي ان هو هينجح بنسبه 80%، ان شاء الله نجح بنسبه 99%. ال1% ده كفايه ان الناس كلها تخش من عنده. هو في ناس ما بتخشش من السعوديه على مواقع اباحيه، هو في ناس ما بتخشش من كل الدول اللي من العشر الاوائل على فكره السعوديه. يعني طيب معلش، ماذا طب استاذ شعراوي، معلش دكتور جمال، استاذ شعراوي، ماذا يمنع ان الحكومه المصريه تحاول، تعال نقول نعمل ايه، يجوز مش دي الطريقه اللي بتحصل في 2012 لان التكنولوجيا اصبحت متقدمه جدا، انما تحاول تعمل الحد الادنى من الحاجز ما بين المراهق ولا ما بين الشاب الذي يعاني ولا يستطيع ان يتزوج ولا يستطيع ان يقيم علاقات ولا يستطيع ان هو يعيش حياه طبيعيه، وما بين الامور المثيره دي. هو بس يعني انا مش طرف في القضيه دي تحديدا، بس هقول رايي. انت مواطن مصري ولا انت لا عشان أجنبي؟ يعني طب اول حاجه ان المواقع مش 300، هم 450. ده رقم واحد. 450 مليون موقع، وفعلا زي ما قلت حضرتك بيزيد كل سنه، بيزيد كل شويه، كل دقيقه كل دقيقه. دي رقم واحد. حجبها برضو يمكن حتى الاستاذ بره كان بيناقشني في قصه ال5 مليون، فقلت له مستحيل. يعني اللي قال لحضرتك الكلام ده قول لي اسمه، لان الكلام ده مش حقيقي. وحصل مناظره ما بيني وبين الدكتور محمد عماره في كايرو ICT، وكان موجود مدير جهاز الاتصالات، واتكلمنا في الموضوع ده، ويعني كانت مناظره كبيره. اقل تكلفه 100 مليون. دي رقم واحد. ما انا في نقطه دي اجهزه، بس اكمل حضرتك. هتكمل يا استاذ محمد. 100 مليون دي اجهزه. 2، انت محتاج على الاقل تكلفه سنويه لناس مبرمجين يشتغلوا على هذه القصه هتعدي تكلفتهم 1 مليار. وبدون اي مبالغه. وبرضه مش هتقدر. اللي انا كنت هحتاج 100 مليون علشان لو قلت لي اسم شخص قال لك هذا الكلام وقلته على الهوا هنحاول نتصل بيه، ولو فعلا ما كدبكش يبقى انت كلامك مظبوط. الشخص اللي قال لي كده وانا قاعد في الاجتماع وكان معايا ناس فيه، محامي ومحامي الحمله، قال لي بعد اذنك الاجتماع ده كذا كذا كذا، المعلومات دي ما تخرجش. فانا ما اقدرش اخرجها، ده دين. ما خرجت ايه؟ انا لا النقطه بقى ليه انا كنت هتكلف 100 مليون علشان هعمل كذا كذا كذا. الكذا كذا ده انا عملته عشان انا محتاجه تكنيكال في حاجه تانية في تنظيم الانترنت عندي في مصر. فانا دلوقتي مش محتاجه، انا دلوقتي مش هصرف عليه. فانا اللي جاهز عندي ان انا هجيب الفلتر ينزل بالبلدي كده، عشان انا مش مهندس، على الكابل الرئيسي اللي مغذي شركات الانترنت يحجب لي المواقع الاباحيه. بس هيعوز متابعه، لو ما سبتوش متابعه، لو انا اول ما حجبت بقت النسبه 80% وسبت ما تابعتش هترجع النسبه مثلا نسبه الحجب بقت 20%. فلازم يكون في فريق متابعه عندي متعين من الوزاره شغلته بس حجب المواقع دي. النقطه الثانيه، نفترض ان انا هتكلف 100 مليون جنيه، هل شباب مصر هل لما تتصل بيا بنت على تليفون الحمله وتقول انا و4 زمايلي اتطلقنا بسبب ادمان ازواجنا للمواقع الاباحيه، هل لما الشباب اللي هم اللي ساكنين في العشوائيات اللي ما يفهمش اي حاجه في النت، اذا انا بخش على جهازته ده شفته بعيني يقوم كاتب الكلمه SEX مثلا على البحث ويقوم داخل جايب ويتفرج، هل ده يعرف يخش يعمل برمجيات او يعمل او كلام من ده؟ انا احمي اللي عايز يدور هو حر، احنا مش اوصياء على الناس. انا شغلتي ان انا اعمل الصح. هاخد رد في دقيقه من امينه ومن الدكتور جمال،
واروح لفاصل. رد بيقول لك لا، الناس اتطلقت بسبب المواقع دي. لا، في ناس بتتطلق طبعا سواء المواقع دي لان هي مريضه، يعني عندها امراض. المفروض ان احنا ناخد ال 100 مليون اللي حضرتك بتتكلم عليهم نصرفهم على الصحه، نصرفهم على التعليم المظبوط، نصرفهم على مؤسسه الازهر اللي هي كانت غايبه عن دورها تماما، اللي هي تم ترك الباب لكل من هب ودب. لا يعني بغض النظر على فكره عن عدد الملايين يعني، ولكن الحقيقه انا ما اعتقدش خالص ان الحجم هيحل المشكله. هقول لحضرتك بس على حاجه، هي الفكره ان احنا في مصر احنا مبدعين جدا، احنا دايما بنفكر خارج الصندوق. عارف حضرتك ايه اللي هيحصل؟ هتقوم تجاره كبيره جدا على الهامش اللي هي المارجن اللي هي خارج السياق الاقتصادي الرسمي، اسمها تجاره المواقع المحجوبه. واوريدي لو حضرتك يعني متبحر في شؤون الانترنت، والصفحه بتاعتكم عبقريه على فكره على الفيسبوك، هتلاقي ان في ناس اوريدي ابتدت تعلن ان انا عندي مش عارفه كام جيجا وهبتدي ان انا اعمل كذا ويتباع. هيعمل بيزنس، ده هيعمل بيزنس. ممكن ارد على ده؟ ممكن قوي لما الدكتور جمال بس يقول لي برضه رؤيته في الموضوع ده. لازلت متاكد ان الراجل اللي اتكلم في وزاره المواصلات ده ربنا هيحاسبه على قاله. الكلام ده لا يصح ابدا ولا يمكن ان يتم ابدا ولا يوصل حتى نسبه نجاح 20% من اولها. استحاله يحصل هذا الكلام. فده واحد بيزايد وللاسف الشديد، واحنا عندنا كميه كبيره جدا من الناس اللي هم جاهلين تكنولوجيا على مستويات كثيره جدا. هذا لا يصح. النهارده لو عملت كيورد قلت الغي لي كلمه سكس، معنى كده ان النوع ذكر وانثى هيتلغي. لا الغيها ازاي؟ ما هو في الكيوردز شيل لي كلمه سكس. لا الغيها ازاي؟ مش فاهم. ما انت لما تيجي تعمل فلتر هتيجي تقول له في الفلتر تقول له شيل كلمه. لا خالص، الفلتر اذكى من كده كتير جدا. لو انا قلت له شيل الجسم بطريقه ما، كل المواقع الطبيه اللي لا اتكلمنا في النقطه دي برضه كمان لما اجي معايا مهندس اتصالات في فلاتر اتعملت، الكلام ده ما عادش موجود. في فلاتر اتعملت ادت الى ان جوجل اتقفل بسبب الفلاتر دي للناس اللي حاولت تجربه. يعني بتيجي تحاول تمنع حاجات هتلاقي انك هتقفل جوجل. مفيش حضرتك السن مش عامله كده، يعني السن لما حجب المواقع الاباحيه الصين يا فندم، السن لما حجب المواقع الاباحيه مش عامله كده. هي عملت انها تحجب، بس الصينيين بيخشوا وفي التجاره عندي ارقام رهيبه جدا طالعه من طيب رد لو سمحت يا استاذ محمد في دقيقه ونرجع نكمل بعد الفاصل. انا بقول النهارده مصر بتخسر كام بسبب المواقع الاباحيه، والشباب قعدتهم على المواقع الاباحيه بيخسر مصر كام. ده ليه اسباب كتيره جدا، لو عندي وقت اشرحها. الحاجه الثانيه موضوع ان في تجاره هتظهر. ايام ما انا كنت في الثانوي الشرايط الفيديو كانت موجوده منتشره، بس هل سلوك الشباب، نظره الشاب، كان الولد اللي بيحب بنته بيخرج معاها بعيد عن ده صح او غلط، اخر يمسك ايديها يقول لك احافظ عليها. دلوقتي انا لما باجي اتكلم مع شاب وشابه صاحبتي، يعني انا بخيم معاها علاقه كامله. مش كل الناس، بس انتشر الموضوع انتشر وزاد كتير جدا. انا بقى كنت بنزل مارينا واتكلم مع الناس، وكنت بنزل بروح صاحبتي عملت معاها كذا كذا، وقابله في عربيه بيعمل كذا، اصل انا بقى لي 7 سنين مع حاجه يعني ايه صاحبتي بعمل معاها علاقه كامله، وليه دخلتها كجمله مفيده في الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ تطور العلاقه بين الولد والبنت بعد ظهور المواقع دي. العلاقه بين المتزوج يعني ده مش متزوج. تطور العلاقه كنتيجه مباشره لهذه ايوه طبعا لمتابعه المواقع الاباحيه. انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده، او الموضوع ده بالنسبه لي صعب، غير لما اقعد كل يوم او يومين اتفرج عليه هيبقى عندي جرأه على الموضوع ده، والبنت بقى عندها جرأه على الموضوع ده. امال المتزوج اللي هي البنات في حل احنا ممكن نتفق عليه من دلوقتي. الحل لو احنا منعناها من البيت، ان الاب يبقى فاهم في التكنولوجيا، الاب يتواصل مع ابنائه، الاب يراقب اولاده، مفيش حاجه اسمها لابتوب مش شايفه. جميل، عشان كده احنا ماشيين في انا عايز اعرف دكتور جمال مختار، انت متخوف من ايه ان تحصل خطوه زي كده في مصر؟ انا مش متخوف، انا بقول انها حرام ان احنا نضيع وقتنا في حاجه مش هيحصل. انا معاهم 100%. انما الاسلوب احنا كده بنضيع وقت. احنا لما عندنا فلوس ولا عندنا ان احنا نضحك على نفسنا ونقول الكلام ده هيحصل وما بيحصلش، احنا ما بنتكلمش بهذا الشكل. هنكمل في هذا الموضوع، حجب المواقع الاباحيه وتاثيره على المجتمع، واذا كان ده من ضمن اولويات المجتمع في الوقت الحالي ولا في راي اخر. بعد الفاصل خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته. لا جدا. اول حاجه مفيش حاجه اسمها حجب. تاني نقطه، احنا اولوياتنا في المرحله دي مختلفه تماما. المفروض ان احنا نهتم بالتعليم. والله اولويات حضرتك تختلف عن اولوياتي. انا بتكلم وجهه نظري، يعني زي ما انا احترمت حضرتك انا كمان يعني ليا حقي في التعبير. اولوياتنا مختلفه تماما حاليا في هذه اللحظه. ثالث حاجه، اللي عايز حاجه بيعملها، ويمكن حضرتك يعني شاب في مقتبل العمر، انا اكبر شويه. قبل الانترنت خالص كان طول عمر في مجلات وفي اقبال عليها وفي قصاصات ورق، واللي عايز حاجه بيعملها. يمكن انا ما اعرفش هل كانت صدفه ان سياده الوزير ذكر اسم نائب مجلس الشعب السابق علي ونيس، اللي هو كان ضمن الوفد الموجود، اعتقد كان في الامارات. وكلنا عارفين كان في تهمه موجهه الى النائب السابق، تهمه مش علي ونيس يا فندم، مش علي ونيس ضمن اللجنه. هو كان واحد تاني اللي توجه لي التهمه، مش علي ونيس. تشابه اسماء؟ مش علي ونيس. لا طبعا بتاع المناخير. لا مش بالكيني، انا بتكلم على نائب مجلس الشعب المنحرف. لا الثاني برضه بتاع البنت ده كان واحد علي ونيس في الازهر، ولا هو يعني مش علي ونيس. هو مش ده الموضوع، بس انا اللي عايزه ابينه ان اللي عايز حاجه بيعملها. رابع حاجه الحقيقه ان احنا
يعني الحقيقه حكايه الجهاز الخاص بالعائلات، وكل في ناس كتير عن الفلتر ده في البيت زي ما هو معمول شبيهه في القنوات الفضائيه. تاني ارجع واقول اولويات المرحله دي مختلفه تماما عن وهي دي وجهه نظرك، وخلاص احنا بنحترم وجهات نظر بعض. هو الراجل بيقول لك والله دي هو اولوياته انه يحجب بالزبط. المواقع. دكتور جمال هختم معاك كشاب واصدقائي شباب وعارف شباب ومتصل بيهم، معلش احنا متضررين اكتر منكم من الموضوع ده، فممكن ما تحسوش بينا زي منكم انت بتوجه كلام الضمير اكبر سنا، انتوا اكبر سنا. فانا بتعامل مع فئه انا عارف متضررين منها قد ايه. تمام. يمكن حضرتك مش حاسس بيهم، انا حاسس بيهم. لا انا حاسس بيهم برضو. دكتور جمال، اولا انا احيي الوزير على رده الموضوعي. ثاني حاجه انا عايز اثقف الوزراء واثقف مجلس الشعب ما يبقوش جهله الكترونيا عشان ما حدش يطلع كلام يودينا في 60 داهيه وما يكونش صح. وعايز القضاء يكون عندهم ثقافه ويستعينوا بمستشارين تحت 18 سنه، لان الوزير قال لك ممكن واحد عنده 11 سنه يعمل نفق كل اللي احنا عملناه ده يروح. فاحنا عايزين يعني الثقافه تحصل. اذا كان ما فيش اقدر امنع في البيت، في حاجه اسمها مونيتورنج، برامج تتركب. انا سايب الولد يعمل اللي هو عايزه، بس انا هاجي ثاني يوم اقول له انت دخلت على الموقع ده، انت دخلت على الموقع ده، فالولد يبقى عارف ان هو لو دخل هيتشاف، فمش هيعرف يعمل كده تاني. فبرضه الحل من البيت، يعني مش ان انا اعمل فلتر من البيت، لا ان انا اعمل مونيتورنج، وده ليجل وبيتباع في امريكا عادي جدا، ان الاب والام من حقهم ان هم يشوفوا. دقيقه لو سمحت. في دقيقه سريعه. المشكله محتاجه علاج حقيقي. العلاج الحقيقي زي ما العالم كله عمله، اتكونت إدارة شؤون الإنترنت في كل بلد، بيمثل فيها الحكومة كسلطة تنفيذية، بيمثل فيها السلطة التشريعية، بيمثل فيها السلطة القضائية، بيرأسها المجتمع المدني لوضع حلول لكل المشاكل. بره الحكومة. بره الحكومة. الإنترنت زي العالم، لازم يديروا العالم مع بعض، وما ينفعش جهة إدارية تديره أو جهاز يديره أو محكمة تاخد فيه قرار. ده كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. هل حجبت المواقع الإباحية في مصر بعد هذه الحلقة؟ لا، وواضح ان الوزير بيقول ان ده شيء مستحيل، بس المطالبات لا تزال موجودة، والوزير بيقول لك هتتحول لتجارة ومش مهم التكاليف. بس في كلمة أخيرة، بس كلمة أخيرة في قد إيه لازم احنا مستمرين في الحملة لغاية لما المواقع الإباحية تتقفل والحكومة تجيب آخرها قفلة. ربنا معاكم يا محمد. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.